السلام عليكم متتبعي شيفا الداري. عندي لكم واحد العماره زوينه كتجي وسط الحوت بالشعريه الصينيه، كتجي بنينه بزاف وتقدروا ديروها نتوما مع اي نوع الحوت عندكم. ناخذ طريقتها دابا ومقاديرها. باش نوجدوا الحوته ديالنا اللي غادي نعمروها، غادي نشرملوها هي الاول، نشرملوها بشي 4 سوايع قبل. في شرموله الحوت غنديروا قزبر ومعدنوس 3 معالق كبار، 3 المعالق كبار ديال العصير ديال الحامض، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، 4 كاس ديال الماء، فلاتريان، كمون، تحميره، الملح والبزار، الخرقوم وسكنجبير، وست فصوص الثومه محكوكين. والحوته ديالنا اللي غادي نكونوا غسلناها مزيان من الداخل ونفلحوها، وغادي تقولوا للحوت انه يحل عليكم من الظهر ديالها باش غادي نعمروها من ظهرها احسن ما كتعمر من كرشه. غادي نخلطوا الشرموله ديالنا، عصير ديال الحامض، زيت الزيتون، الطريه، شويه الماء، نجيبوا الحوته ديالنا وغادي نبداو نديروا فيها الشرموله، نديروا لها هنايا بعد الداخل، شرملوها كامله. عاوتاني الفتحه الاخرى اللي فتحنا في الظهر، من بعد نشرملوها كلها. نحاولوا ندخلوا الشرموله ديالنا في التفليحه، في كاع التفليحات اللي درنا. ملي غادي نساليها غادي نخليها 4 ديال السوايع، شحال ما خليتوها شحال ما مزيان باش كتشرب الشرموله. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا ليها 100 غرام ديال الشعريه الصينيه، 100 غرام ديال الكروفات حتى 150 غرام، فلفله حمراء وصفراء نكونوا مقطعينها رقيق، شامبينيون نوار اللي نكونوا مقطعين طريفات صغار واحد شويه، زيتون خضر يكون مقطع دواور، مع ربع حامضه مصيره قطعوها رقيقه، نص معلقه صغيره ديال الهريسه، 2 فصوص ديال الثومه اللي غنكونوا حاكينهم، نص معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، ومعلقه كبيره ديال الصلصه ديال الصوجا. نجيو المقله ديالنا وغنديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال زيت البلديه، ونشحروا فيها كاع العناصر ديالنا، قزبر ومعدنوس، شامبينيون نوار، ثومه، حامض مصير والزيتون، هريسه. نديرو الطري ديالنا، ندير واحد نص معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، وندير واحد شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، الملحه حسب الذوق، نزيدو واحد الكاس ديال الماء صافي، ونخلي هادشي كله يتشحر. الوقيته اللي نكونوا كنشحروا فيها العناصر الاخرى غادي نرطبوا الشعريه الصينيه ديالنا، نرطبوها بالماء سخون ونقطعوها بالمقص. بعد ما خليتها رطابت شي 5 دقائق بحال هكاك غادي نصفيها ونقطعوها بالمقص. بعد ما تشحروا لينا نزيدوا الكروفات ونزيد الشعريه الصينيه اللي رطبنا. غير ندمجوا مع بعضياتهم ونشفت لي هكا الحشوه، خاصها تكون ناشفه ما يكونش فيها الماء. غادي نطفي عليها دابا ونزيدوا عليها الصوجا، خلطوها. غادي نتسناو الحشوه ديالتنا غير تبرد ونبداو كنعمروا الحوته ديالتنا. نجيب واحد الطاوه باش نعمر بخاطري، ولا شي طاسه تكون عندكم نتوما كبيره تعمروا فيها. الطاسه هذه غادي نخليوها على جنب لان مازال محتاجينها. نجيبوا الحشوه وغادي نبداو كنعمر. نجيب العماره ونخشي، وغادي نعمروها من القدام، غنعمروها من بعد ما عمرنا الحوته ديالتنا. في الطاوله اللي غادي نصايبوا فيها غادي نستوي فيها البصله، وغادي نهز الحوته ديالتي اللي عمرنا وغادي نجيبها وغادي نحطها هنايا. نجيبو البطاطا اللي كنا سلقناها نص سلقه نستويها جنب الحوته. غادي نجيبو مطيشه اللي غادي نقطعوها دوائر رقيقه،
نحطوها فوق بطاطا. الشرموله ديالتنا اللي شاط علينا غادي نحكو عليها جوج ديال المطيشات، وغادي نزيدو عليها شويه ديال العطريه، شويه ديال الملحه، ونص العطريه نيت اللي درنا غادي نزيدوها فيها، شويه ديال الماء، وغادي نكبوها من فوق الخضره وشويه من فوق الحوت. داين نزوقها وغادي ندخلها للفران حتى طيب ليا ونخرجها. غادي ندخلها الفران على درجه حراره 180 حتى طيب ليا في خاطرها ونقابلها. من بعد غادي نرفع عليها واحد الدرجه ديال 220 باش تحمر ونخرج. هاد الحشوه كتجي بنينه وهائله بزاف مع الحوت، غادي تجربوها وما غاديش تندموا عليها ان شاء الله. كنشكركم بزاف على المشاهده، وغادي نقول لكم السلام عليكم، نتلاقى معكم في الفيديو القادم. سلامه.